مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم بدي صور لكم بيتي وديكور البيت. أنا ساكنة بالطابق الثالث. إذا بتلاحظوا في بابين، اثنيناتهم إلي. هيدا الباب بودي للصالون، وهيدا البيت يعني للعيلة. رح نفوت من هون. هيدا صالون، عندي طقمين صالون كتير كبير واسع. هيدا الطقم. أنا بالعادة بسكر البرادة، بس هلأ فتحتهم كرمال الإضاءة. هون حتشوفوا في شوية كراكيب. هون عندي أغراض الصلاة. هون أنا بحط أغراض المونة، لأن مطبخي يعني ما كتير فيه خزانات مجلة، بس دبيتهم يعني بالزاوية، ما كتير حدا بيلاحظهم، لأن إجمالا الضيوف أكتر شي بقعدهم بالصالون الأولاني. هيدا في بلكون، برندا. بالعادة أنا ما بحط الكراسي بالطاولة هون على طول، بحطهم بس إذا كان الطقس حلو، لأن عنا بضل في هوا. هيدا هو الفيو، عنا يعني منظر كتير حلو. هيدي الوردة لونها أحمر، لسه ما فتحوا، بعد نحنا ببداية نيسان، ما بيزهروا لحزيران. هيدي لون أصفر، عندي 3 ألوان: أصفر، زهر، وأحمر. هدول الوردتين مختلفين. هيدي عطتني إياها حماتي. هيدي الوردة الصغيرة رح أحكي لكم شو قصتها. هيدي عطتني إياها كمان حماتي، أمانة من خالتي كانت رفيقتها، فقالت لي خديها وديري بالك عليها، لأنه أنا رح بيقرفوا لي إياها وما بيخلوها. إذا بتلاحظوا بهديك البرندة في ورد كتير، هلا بنروح عليها بعد شوي. هيدي البرندة بطول الصالون. هلا حنروح على غرفة القعدة. أنا بيتي مفتوح على بعضه تقريبا. حنسكر باب الصالون. هون إذا بتلاحظوا عندي المغسلة بالوجه، هي والحمام بوجه غرفة القعدة، وهذا الشي كتير غلط. دايما كنت أقوله لجوزي كيف فكرت تعمل هيك. وهلا إذا بتلاحظوا حتى البيديه صايرة على حد الباب مباشرة، هذا الشي أكيد غلط. غرفة القعدة عنديها وسيعة، تيفي هونيك. شوفوا كيف البيديه بالوجه، وهذا الشي كتير كتير غلط. المفروض البيديه تكون مطرح الغسالة. هيدي الغسالة أنا بعبيلها مي من الحنفية هيك، لأنها ما بتاخد مي لوحدها. انتزعت وما عاد صلحت. ومقابل غرفة القعدة في عندي غرفة تانية، هي مش غرفة نوم ولاد، بسميها غرفة استراحة، ظهر، غرفة ضيوف، هيك شي. أنا عندي كوفرلي للتخت، بس شتوي أم شلته لأني عم ضب الشتوي والصيفي، بعد ما جبت الكوفرلي الصيفي. هيدي البرندة عنديها أحلى برندة عندي، زارعة فيها كل الألوان من هيدي النبتة. كنت أزرع الورود كتير، بس كان يموتوا، لأن عنا قلتلكم بضل في هوا وقليل يعني تتعيش عندي النبتة. فهيدي الجارونيوم أكتر شي بتضاين، بتتحمل حرارة وبتتحمل برد. هيدا هو المنظر من البرندة. هون أكتر شي بخصصه للفنجان القهوة نسكافيه، لأن بعد الظهر شمس. بس هلأ رمضان يعني لحد هلأ لسه ما قعدت. وهلأ رح نروح على غرفة نوم الأولاد. هلأ هيدي الغرفة لونها أزرق، غرفة نوم الأولاد لونها زهر. أنا للصراحة ما عندي بنات، عندي صبيين 2، ونقلت غرفة نوم الصبيان لهيدي الأوضة، لأن حسيت إنه جوا يعني بعيدة عن غرفة القعدة وهيك، فما بدي إياها بالوجه كان. وكمان شايلة الكوفرليات لأن عم نفوت على الصيف.
مبسوطة بالخزانة إنها سحاب مش درفة بتنفتح لبرا، وأنا الغرفة عندي إياها صغيرة، فكنت رح لاقي صعوبة بين الدرفة إنها تدق بحرف التخت. والبرادة بيض كانوا بني، بس لقيت إنه اللون الأبيض بيفتح الأوضة أكتر. هيدي البرادة عطتني إياهم حماتي. وهلأ حنروح على غرفة النوم الرئيسية. عندي إياها أكبر من غرفة نوم الأولاد. إذا بتلاحظوا أنا مش حاطة شي بالأوضة، ما بحب لصراحة العجقة، يعني مكياج وقصص، لأن بحس إذا هيك أريح. يعني إذا بدي أمسح الغابرة دغري بتنضف معي. هيدا الحرام على طوقين، جبت لي أمي، الله يخلي أمياتكم وحمواتكم كمان. خزانة الأولاد أكبر من خزانتي. هيدا الشباك بيطلع على المنظر هون. في له برندة صغيرة بنشر عليها إذا بدي شمس قطع، يعني حرامات كذا. بين غرفتي وغرفة نوم الأولاد في هيدا الحمام، هو أكبر من الحمام اللي شفناه بغرفة القعدة. وهلأ حنروح على المطبخ. أنا المطبخ عندي كبير الحمد لله، هيدي نعمة. وعائلتي مش كتيرة، أنا وجوزي وولادي 2. خزانات المجلى عندي ياهن مش كتار. قلتلكن الأغراض المونة والمعلبات والقصص أنا بحطها بزاوية الصالون كرمال أربح مساحة فاضية بالمطبخ. إذا بتلاحظوا غطا الفرن أنا حطيته فوق سلة الخضرة، عاملته مثل المسند بين دياتي. هدوليك الأغراض فوق الميكرووايف لمرت خالي هي حماتي، وتابروير لأمي كانت بعتتلي فيه عوامات. أمي كتير بتعمل عوامات برمضان. حنروح على البرندة، عنا طيور. أنا الجلي بحب حطه بالشمس. هون زبالة بقسمها، يعني الخضرة بحطها بالسطل اللون أخضر كرمال حطها بالحقلة. الفرن راح تلاحظوا إنه عتيق، هو للصراحة مش عتيق جديد، ولكن منو أصلي، يعني شو ما نكب عليه بيعلم بيحترق. واستعملت له كل شي، ما خليت شي حتى إني وصلت يعني للفلاش للكوستيك، كل شي ما خلص ما بينضف. ما نضيف هو أصلا. وإذا الله طعمني مصاري، يعني أول شي بدي أعمله إني أشتري فرن جديد. وأنا بصراحة عم صمد للموضوع. كان بيتي فيه سجاد بس شلته، ما إلي شي شيلته. في سجادة كبيرة تقيلة كتير، ما بعرف وين بروح فيها، فحطيتها بزاوية تحت الكنباية يلي بزاوية الصالون، ما كتير بتبين. أنا خلصت الفيديو. إن شاء الله مرة الجاية بدي أعمل فيديو فرجيكم فيه بيت سلفتي. هي سلفتي ساكنة تحت بيتي. عندي سلفتين، هيدا هو بيتها، وانتو بتقارنوا من بيته أحلى. سلفتي التانية ساكنة حد منا، وأنا بقلكم باي.